صباح الخير، صباح الأنوار يا جميلات، وش راكم؟ إن شاء الله راكم بخير وعلى خير. أنا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بنت زمان مع ماما. اليوم كما شفتوا في العنوان رايحين نحتفلوا مع بعضنا بيناير اللي هو رأس السنة الأمازيغية، المناسبة اللي تتلم فيها كامل العائلة والحباب احتفالا ببداية العام الزراعي الجديد. رايحين نحضر مع بعضنا أطباق من الزمن الجميل اللي هي الشرشم بالخبوزة والبغرير أو الغرايف مع الطمينة والكثير من الوصفات التقليدية اللي تعكس تراثنا الجزائري الأصيل. وبلا ما ننساو صليوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي جيم وكومنتار وديروا اشتراك في القناة باش هكذا يوصلكم كل جديد نحطه. يلا نبداو الفيديو تاعنا على بركة الله. اول طبق تقليدي نبداو به الفيديو تاعنا هو الشرشم، لانه هو الطبق اللي يدي الوقت في الطياب تاعو. المكونات اللي نحتاجو قمح، بلول، حمص، فول اذا كاين، وماء من اللوبيا تاني اذا كاينه، يعني هادو حوايج اختياريين، تقدروا تحطوا الحبوب اللي متوفره عندكم في الدار. هاد المكونات اللي ذكرتهم لازم نرطبوهم في ماء دافي ونخليوهم يباتوا ليله كامله، وغدوه من داك باش نقدروا نطيبوهم، يعني يجينا الطياب تاعهم ساهل غدوه من داك. هاد الفيديو للامانه راني صورته على يومين، نهار رطبنا فيه مكونات الشرشم ودرنا طمينة الغرس الغنيه عن التعريف، والنهار الثاني درنا البغرير والشرشم بالخبوزه مع التقديم. هذا زيت الزيتون الجيجلي، هذا الزيت تاعنا اللي راح سلقطته مع الخطره اللي فاتت، وهذا وين رحاوه وجابوه. حنايا الزيت كما يجيبوه جديد نسميوه بوجديد. شوفوا وحده الريحه فيه الله يبارك يا البنات، شوفوا لاكولور تاعو الشغل نقولوا هكا عاقد خاتر. والريحه ما نحكي لكمش، بزاف بزاف هايله. شوفوا الزيت الجيجلي، زيت الزيتون الجيجلي يبان لي انا ما كانش كيفو في الجزائر كومبلي يعني مع احتراماتي لكل الناس اللي يخدموه، مي زيت الجوجله وحده. لا علينا البنات، بما انه الفيديو اليوم يحكي على يناير، خليونا نتعرفوا شويه على هذه المناسبه الجميله اللي يحتفلوا بها كل عام. وش المعنى تاعها والواش ترمز وواش يديروا فيها من اطباق تقليديه ولا عادات. يناير هو مشعل ديني ولا هو عادة وتقاليد توارثناها من جدودنا وما زالت عايشة معنا لليوم، يحتفلوا بها العرب بصفة عامة والأمازيغ بلاد القبائل بصفة خاصة. وهو ماشي مجرد احتفال عادي، هو احتفال برأس السنة الأمازيغية اللي تمثل بداية العام الزراعي الجديد، يعني بداية سنة جديدة كما نقولوا للأرض والغرس والزراعة. في هذا اليوم العائلات تتلم كبار وصغار مع الجيران والحباب، ويحضروا مع بعضهم أكلات تقليدية، وكل عادة أو طبق يديروه في هذا اليوم عنده معنى ورمز. تاريخ الاحتفال به يكون غالبا في يوم 12 أو 13 من كل عام ميلادي. وقتاش بداو يحتفلوا به؟ الاحتفال به هو تقليد قديم بزاف ويرجع لآلاف السنين، حتى ما قبل ظهور الإسلام وما قبل الميلاد. بدأ عند الأمازيغ اللي كانوا معتمدين على الأرض والزراعة، وكان لازم عليهم يعرفوا وقتاش يحرطوا، وقتاش يزرعوا، وقتاش يحصدوا، ووقتاش يرتاحوا. ومن لهنا جاء تقويم يناير. يعني الأمازيغيين داروا تقويم فلاحي خاص بهم، ماشي مبني على الأيام العادية اللي نعتمدوا عليها حنايا، إنما كان مبني على مواسم الغرس والحرث والحصاد. وكاينة رواية تاريخية تقول باللي التقويم الأمازيغي تربط بسنة 950 قبل الميلاد، وهي السنة اللي تولى فيها الملك الأمازيغي شيشناق الأول حكم مصر. ومن هذاك الوقت ولا عند الأمازيغ تاريخ خاص بهم، وبداو يحسبوا السنوات من هذاك الحدث. تحلكم برك واش رانا نديرو لهنا. لهنا رايحين نرقدو الزيتون او كما نقولوا بالجليه نشلحوه. اول حاجه نديروها نقيو الزيتون هذاك من الريش اللي فيه وهذوك العواد،
ومن بعد نوليو نقسموه. الكحل واللي شويه طايب نحطوه وحده في جهه، واللي حاكم روحو هذاك الخضر نحطوه في جهه وحدها. من بعد نجيبو الموس وشغل نديرو فيه هكا خطوط على الجهات في 4 ولا 3 ليسونسيال، ونحطوه في الماء، نحطوه نطيبوه في الماء وحده حتى تنحالو هذيك المروره. ومن بعد كيما يبدا يدخلو الطياب نوليو نملحوه باش يطيب بنين. وهذا ما كان. بالنسبه للماء نبدلولو كل يوم، نقفلو عليه مليح ونحطوه في بلاصات ما تقيسهاش الشمس وتكون مظلمه وتكون بارده في نفس الوقت، يعني ما تحطوهش منين تكون سخانه باش ما يفسدلكمش. بالنسبه للماء هاني قلت لكم تبدلولو كل يوم. لهنا كان النهار الثاني نضنا بدينا اول حاجه حطينا الشرشم يطيب. اول حاجه نحطوها طيب هي البلول، خاطر هو اللي يطول في الطياب بزاف. ومن بعد نوليو نحطو القمح والحمص. لهنا راح نديرو البغرير. الوصفه تاع البغرير راني مالفه مديتها لكم، اللي هي سميد وملح، مغرف صغيره ملح عفوا خميره مع شويه زيت، نعجنوهم مليح ومن بعد نطلقوهم. لهنا ما بلتهم ومن بعد انا عجنتهم، وكما جينا نطلقوهم زعما قلت لها خلي اني نطلقهم، وندمت على الدقيقه اللي قلت لها خلي. شوفوا يديا طاروا فيهم. ربي قلت لها ظهروا صعاب. قالت لي شغل نتيا كي درتي غير شويه سميد، قالت لي مالا كون درتي كيما مالفه انايا كيفاه. كيما طاب شويه هذاك البلول عاودنا حطينا القمح باش هو ثاني يطيب. ولا هنا زعما هاني قلت لكم يبدا تما تطلق الغرايف، ومن بعد انا كملتهم. على بها ما كملتش صورت لكم خاطر ما كاش اللي يصور لي. نكملوا نهضروا على يناير علاش يحتفلوا به. اول سبب هو انه هو بدايه للعام الزراعي، والناس بكري كانت حياتهم كامله متعلقه بالارض، يعني بالزراعه والحصاد. كانوا يامنوا باللي كما يبدا العام كما يكمل. كما مثلا احنا هذاك المثال تاع العام يبان من خريفه، هكذاك هما النظره تاعهم ليناير. على بها يحتفلوا ديما بالبدايه تاعو، تفاؤلا باش يكون هذا العام هو عام خير وبركه ورزق. السبب الثاني يحتفلوا به على جال اللمة والتآخي، ويتقاسموا هذيك الماكلة والفرحة. في نظرهم العام ما يتباركش بلا لمة الحباب مع بعضهم، كما نقولوا حنايا بالعامية ما تكونش البركة في الدار اللي ما تكونش فيها اللمة. هكذاك هما في نظرهم العام. لهنا راح نداويو الشرشم تاعنا. نحتاجو حبة بصل، حبة طماطم، نرحيوهم مليح ومن بعد نقليوهم في شويه زيت، نضيفوا لهم التوابل اللي هما توم، توم بودر، فلفل كحل، راس الحانوت، فلفل حار وملح. نقليوهم مليح ومن بعد نحطوهم في البرمه تاعنا. دوك تشوفوا في الاخر كيفاش. لهنا راح نوجدوا الخبوزه، واللي هي اهم حاجه في الشرشم. يقول لك شرشم بلا خبوزه شغل ما درنا والو. يقول لك البنه كامله راهي في الخبوزه هذه. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو سميد، ملح، نضيفوا لها شويه عفوا توابل، توم، راس الحانوت، فلفل حار، فلفل كحل، وشويه ملح. من بعد نبسسوها بالزيت. كاين اللي يديروها بزيت الزيتون طول، وكاين اللي يديروها بزيت نباتي. حنايا خلطنا درنا للزوج، يعني كل واحد يدير باش متوفر عنده في الدار. ومن بعد نلموها بالماء حتى تسلم وتولي لنا عجينه طريه. والسبب الثالث يحتفلوا به كرمز للهوية الثقافية وباش يحافظوا على التقاليد. ومن أبرز الأطباق اللي ينداروا فيه الكسكس، سواء بالدجاج ولا باللحم، ويزينوه بالبيض من فوق، ويتحط في صحن واحد ويتلموا عليه كامل العائلة. والكسكس في يناير يرمز للبركة واللمة. كاين تاني الأطباق اللي ينداروا الشرشم، واللي يرمز للتنوع والرزق، ويتحضر من حبوب مختلفة، وتنوع الحبوب فيه يعني تفاؤل بسنة مليانة بالخير. تاني البغرير اللي يرمز للوفرة، الثقوب اللي تجي فيه يشوفوها على أنها تكاثر للخير. الطمينة اللي ترمز للبدايات الجديدة. وتاني القشقشة اللي هي عبارة عن مكسرات وحلوى يقدموها خصوصا للأطفال، وهي عفوا علامة على الفرح والعطاء. أطباق يناير بزاف، وكل بلاصة عندها طريقتها الخاصة. واش دير الحاجة المشتركة في هذا التنوع كامل انه ما كانش حاجة تتحضر في يناير وما عندهاش معنى ولا رمز.
وللصراحة حنا يناير نحتفلوا به ونفرحوا ونديروا أجواء ولمة، ما عندناش ارتباط عميق به كما عند الأمازيغ. بالنسبة للاحتفال به إذا حلال أو حرام حسب العلماء يرجع الجواب للطريقة اللي نحتفلوا بها ماشي لليوم في حد ذاته. وبما أنه احتفلنا بأكلات تقليدية بلا اعتقادات تخالف الدين فنظن أنه هذا الشيء عادي، وتبقى الأعمال بالنيات. الإنسان المهم يحاول يبعد برك على الشبهات والاعتقادات الباطلة، وهذا ما كان. وهذه الخبوزة تاعنا تستخدم بالطريقة هذه. تحاولوا تقسموا العجينة تاعكم على 4 ولا 5 وتطرحوها بالكفة هكذا تاليد. تحاولوا تاني ديروها رقيقة باش ما تطولكمش في الطياب، هي راهي تدي شوية وقت في الطياب، حوالي ساعة غير ربع هكذاك ولا باش توجد الطيب. ولا هنا بعد ما كانوا طابوا الحبوب تاعنا نجيبوا هذاك الدواء اللي كنا قليناه من قبل، نزيدوا له ثوم مرحيه ونزيدوا له فلفل حار ونحطوه في لاصوص هذيك باش يبنانوا هذوك الحبوب. هذا الحرش تاع الفريك نظن يزيدوه باش تعقد البرمه. شوفوا الله اعلم الله اعلم، هذاك راني ندير لكم في المونتاج في الليل الساعه راهي 12 غير ربع، اما رقدت ونسيت ما سقيتهاش على هذه الخطوه. ايه نظن يديروه باش تعقد البرمه، هذه هي. ولا هنا نطلقوا الخبوزه تاعنا وننقصوا لها النار ونخليوها طيب في عقلها. قلت لكم الطياب تاعها يحكم لكم ساعه غير ربع هكذاك. وحاولوا ما تحركوش البرمه بزاف باش ما تفتتلكمش وتبقى شغل هكا طراف كبار. شوفوا بربي ان شاء الله راني نعاود لكم الطريقه تاعو ونديره لكم بالفول وبحبوب خلاف ما حطيتهمش هذه الخطره. ان شاء الله هاي جايه لنا وديره لكم هي خير. لهنا راح نطيبوا الغرايف، وفي الوقت هذا حبيت نجاوب على بعض الأسئلة اللي تكررت في الفيديو تاعي تاع الخطبة باش نقفلوا يعني موضوع الخطبة نهائيا. يعني الحمد لله التعليقات كامل كانت إيجابية. قليل هكا وين كاينين تعليقات كاين اللي شغل هضروهم يعني بحسن نية، وكاينين الناس راكم تعرفوا كاينين اللي قالوا لي علاه تشكري الراجل قبل ما تعاشريه وتعرفيه مليح. اولا انا راجلي ما هضرتش عليه، يا ربي كلمه ولا زوج هضرتهم وصاي. حبيت نوضح حاجه مهمه، ماشي كامل العلاقات كيف وماشي كامل الناس عندهم نفس التجارب. اذا واحده كانت عندها تجربه فاشله في علاقه ما، هذا ما يعنيش باللي نعمموها على الناس كامل. الانسان الواعي والكبير في عقله سواء الراجل ولا المراه ما يشوفش الاهتمام والشكر ضعف ولا تقديس. العلاقات راهي ما فيهاش هذه تاع نجري موراك وتجري مورايا، يعني نهضر على العلاقات الصحية. كما نقولوا العلاقة السوية هي علاقة فيها اهتمام متبادل وتفاهم واحترام وتقدير أكثر من أي شيء خلاف. الإنسان اللي تلقى روحك انتي تجري موراه ولا العكس، هذه بعد راهي في حد ذاتها علاقة توكسيك وماهيش علاقة صحية، وماهيش هذيك العلاقة اللي راح تفرحي بها ولا تبني عليها المستقبل تاعك. ويعني والحمد لله الانسان راهو كبير في عقله، وباش يقرر انه يرتبط مع هذاك الانسان ويتزوج به ويبني حياته معاه، راهو ما جاش القرار هكذاك برك. القرار راهو يجي بعد تخمام وبعد ما يكون الانسان تاكد وفهم باللي هذا الشخص هو الشخص المناسب. وفي الاخير نقول لكم كل واحد يعيش علاقته بطريقته ماشي بكلام الناس ولا بتجارب غيرنا، خاطر التجارب راهي تختلف من شخص لاخر. كاينه تاني نقطة حبيت نوضحها، كما قلت لكم نخرجوا عرايس من دار جارتنا. شوفوا هو خاني التعبير برك، المعنى ماشي نخرجوا عرايس، قصدي كنا نروحوا هكذا نلبسوا عندها نوجدوا رواحنا، يعني الحمد لله نخرجوا عرايس من دار بابا ونخرجوا من تحت جناحه، ربي يحفظهن ان شاء الله. شغل خاني التعبير برك، هذا ما كان.
كاين تاني اللي قالوا لي كاطو والفوتوغراف والديكور راهم مصاريف زايده وتبذير، كون درتيهم حاجه تاع دهب افضل. نقول لكم شكرا ونحترم رايكم وشكرا على النصيحه، مي هذا راهو نهار فرحي وهاد الفرحه راهي مره في العمر، كل واحد يدير على قد مقدوره، ما كان حتى حاجه محتمه في هذا الشيء ولا مفروضه. الحاجة الثانية، الإنسان راهو كل واحد على باله بظروفه وكل واحد على باله واش جوز في حياته، يعني بلا ما ندخل في التفاصيل، وطبيعي نهار فرحه يحب يفرح روحه بالطريقة اللي هو يستاهلها. وأنا ما نكذبش عليكم، أنا إنسان ونستاهل الفرحة وصراحة مانيش نادمة، والدراهم هم راحوا بصح الفرحة ولي سوفونير راهم بقاو. بالنسبة للوصفات وقناة أختي، على بالكم ساعات نهضر نحسكم ما تسمعونيش واش قاعدة نهضر، شغل نهضر في الفيد. قناة أختي اسمها قناة روتينات عروس جديدة، الوصفات هي اللي تحطهم لكم، راهي مصورة كلش بالتفصيل، يعني لي غاطو كل شي راهو خدمتها، هي اللي تعرف تشرح لكم وتمد لكم كل شي بالكيل كما نقولوا، اللي بالكيلو بالغرام وكل حاجة، فهمتوني؟ بالنسبة اللي قالوا لي خلينا لي كابتور تاع اللي خدمتي عندهم، نخلي لكم تاع الديكور وتاع لي كارت شوتينغ، خاطر هادو هما اللي سقسيتوني عليهم بزاف. الفوتوغراف ما نعدت لكم يعني حتى حاجه من خدمتها، وانا مازال ما شفتش خدمتها، قلت لكم عجبتني هكذا خدمتها في الانستغرام، ما شفتهاش في الواقع الصراحه. دوكا حتى نهار تبعت لي ان شاء الله ونشوف. وسامي معروفه، ماهيش زعما هذيك الانسانه اللي تحتاج اني ندير لكم كابتور لاباج تاعها، وماهيش بيبليسيتي البنات، والله العظيم كل شيء خالص بدراهمي. الطفله تاع لي كارت شوتينغ انا حبيت ندعمها، هذا مكان خاطر شتها صح فحله وحابه تخدم. بالنسبه للديكور نتوما طلبتوه مني وانا ما عنديش مشكل يعني نهضر عليه هنايا في قناتي عادي جدا. بس كان نشفى في الصيف درت لكم مشروعي الصيفي وحكيت لكم هكا، مديت لكم فكره تاع مشروع انكم تشريو ما توليو تكريوهم. ونشفى انايا رحت الحانوت تاع فلوراي معروفه لهنا في ميلا، حانوتها يعجبني صورته لكم على نيتي. ايا كي هضرت لكم على المشروع جاو نشفى زوج بنات واقيلا ولا ثلاثه، قالوا لي نتوما شغل تديو حوايج باطل وتجيو لهنا للناس. حبيبتي انني ماني يوتيوبرز، ماني انستغراموز، ماني حتى حاجه، انا راني طفله عاديه ندير في يوميات عاديه، وهذا ما كان، انا ما عندي حتى زعما فايده لا من هادو اللي نهضر عليهم لا من هذا اليوتيوب لا من حتى حاجه، فهمتوني؟ والتعليقات تاع الخطبه اللي جاوبت عليهم انا ما نعتبرهمش انتقادات، بالعكس كانوا اراء مطروحين باحترام وتقبلتهم بصدر رحب. حبيت نجاوب عليهم من لهنا باش نوضح الامور اللي كانت لازم تتوضح، وما نبقاش تاني نفسر لكل وحده وحدها. والحوار المحترم مرحب به دايما في قناتي، الاختلاف في الآراء راهو حاجة بزاف عادية، المهم يكون ديما في إطار الاحترام، هذا ما كان. أنا بالعكس بزاف نفرح كما نشوف هكذا نقاش واعي بلا طياح قدر، محترم، شغل يكون مفهوم وواعي. نفرح كما أنا نسأل وانتم تجاوبوا، ولا انتم تسألوا وانا نجاوب. نرجعوا للفيديو تاعنا اللي هنا رانا نديروه في الكرموس، لكن تشفاو عليه هذا الكرطوس نحيناه كما كنا في جيجل ودرنا له تجفيف الشمسي، يعني يبسناه تحت الشمس. قلت لكم اني كيما نروح الميلا اني نعت لكم كيفاش نخدموه، هاني نعت لكم كيفاش نخدموه. شوفوا اول حاجه بعد ما يبسناه في الصيف ديروه تحطوه في الفريجيدار باش ما يفسدلكمش، ووقت الشتاء تجبدوه. اول حاجه تغسلوه مليح بالماء، راكم تعرفوا يحط عليه الدبان الغبار كلش، يعني برا معرض لكلش. تغسلوه مليح ومن بعد تحطوا تفوروه واحد 10 دقائق ولا كما يطرى، ومن بعد تجبدوه تحطوا له زيت الزيتون، تحطوا له زيت الزيتون وتحبوا تزيدوا معاه الجزلانيه، هذا ما كان. وتاكلوه في الليل كما تجيو ترقدوا ولا الصباح كما تحبوا. وهذا هو الشرشم تاعنا، يعني الشرشم راهو يختلف من منطقه لاخرى، كل واحد كيفاش يطيبه. حنايا نطيبوه بالطريقه هذه، قلت لكم برك نزيدوا فيه الفول، مي ما كانش عندنا الفول اللي يابس وما قدرتش نهبط للفيلاج، بابا كان خدام، خويا خدام، والترونسبور كان مش خدام، على بها ما شريتش. ليسونسيال اللي هنا رانا نديرو في التقديم، زدنا له رشه دبشه من فوق،
ويعني هادو هما اللي درنا حنايا في يناير. درنا محلبي، درنا الطمينة، الغرايف، وحطينا الكرموس، التمر، حلوة الترك، والزيتون المرقد. هادو هما. كاين اللي يزيدوا قشقشه، قلت لكم مكسرات وحلوه، انا الحق ما شريتش. وفي الاخر ختمناها درنا حنا لولاد اختي، وهذا ما كان. هكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكونوا عجبوكم اجواء يناير في بيتنا. ان شاء الله يعجبوكم الاكلات التقليديه اللي درنا مع بعضنا. قولوا لي نتوما واش ديروا واش ما ديروش وكيفاش تحتفلوا به. نقول لكم تهلاو في رواحكم ودمتم في امان الله. اذا عجبكم الفيديو خليوا لي جيم وكومنتار، وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه.